يفتح. انت رايح فين يا حيلتها؟ انت بتعرف تفتح حاجه؟ هتروح تقف لي زي الخيبه على الباب ولا تعرف تفتح ولا تعرف تعمل حاجه. تعالى بقى ارجع يلا كده. اسمه طفل انا مش هعرف. خد يا حبيبي افتح ازازه الميه دي. لا انا مش عارف. روح افتح الباب شوف مين بيخبط. لا مش هعرف. المخده اللي وقعت على الارض دي انا مش هعرف برضه. حالات كتير من الاطفال بنفس النمط ده. والغريب ان الطفل اللهم بارك يكون عارف يمشي وعارف يتحرك وبيعرف يرد ويعرف يتكلم ويعرف يروح ويجي، بيعمل لنفسه الحاجة اللي هو عايزها. لكن تيجي لحتة الأوامر والنواهي أو المساعدة أو المشاركة أو اعمل حاجة يقول أنا مش عارف. والسبب اللي بيخلي الطفل يوصل للحالة دي أو الطريقة دي معانا مش سبب واحد، أكتر من سبب. أوقات بكون أنا أو بابا العامل الأساسي إنه يوصل للمرحلة دي. احيانا بيكون نمط سلوكي محتاج انه حد يتدخل فيه، حد مختص يعني يتدخل، او مامته او باباه يتدخلوا سواء بتغيير الطريقه او المعامله او يفهموا ليه بيعمل. لو همسك اول حاجه، لو انا اللي مسؤوله عن الاسلوب اللي ابني وصل له ده كده، هو انا بكون مسؤوله ازاي؟ الحاجه الخوف الزياده قوي على الطفل من انه يعمل اي مجهود. عشان ما تتعبش هات انا افتح لك الازازه. يا بابا علشان ما تغلبش انا هروح افتح الباب. لا والله خليك قاعد مكانك اوعى تتحرك. دي كلها اساليب وطرق غير بناءه بالمره ان احنا حتى نعرف الطفل ازاي يتعامل في البيت في الحياه اليوميه مع نفسه مع غيره. تاني حاجه ان انا اكون اصلا مهمشه الطفل، ما اسندش اليه مهام مش في دماغي، مش موجود في البيت. انا بقوم اعمل حاجتي بنفسي واظبط حالي واعمل اللي انا عايزاه وهو مش موجود بالمره، انا مش شايفاه وبالتالي ما بديلوش اي مهام يعملها. ثالث حاجه ودي نقطه مهمه جدا، الاحباط. اكون وصلت طفلي لدرجه كبيره من الاحباط. انت فاشل، انت ما بتعرفش تعمل حاجه. لو جه حتى يقول لك هات افتح يا مامي الازازه، بس اقعد ساكت. انت بتعرف تعمل حاجه؟ انت بتعرفش. هات وريني. تروح فاتحها يخبط يجري عشان يفتح. انت رايح فين يا حيلتها؟ انت بتعرف تفتح حاجه؟ هتروح تقف لي زي الخيبه على الباب ولا تعرف تفتح ولا تعرف تعمل حاجه. تعالى بقى ارجع يلا. دي اساليب غير بناءه وغير ادميه وغير تربويه، ان انت دايما تحسسي طفلك انه فاشل وعاجز وما بيعرفش يعمل اي حاجه. رابع سبب بقى ان الطفل يكون بيتدلع عليكي، مش عايز يعمل حاجه ومش حاسس انه محتاج يشارك في حاجه، مش عايز اصلا يبذل اي مجهود. عشان نحل الموضوع ده ممكن نعمل ايه؟ نمسكها خطوه خطوه. سبب المشكله ده من عندي انا اللي كنت مخلياه حاسس بالعجز او الفشل او مخلياه مش حاسس انه يقدر يعمل حاجه. لا، انا اسند اليه المهام، احاول اخليه يجرب يخوض التجربه، خليه يشارك في البيت. لو حاجه انا عارفه ان هو مش هيعرف يعملها دلوقتي، بس اديله كده دفعه واحفزه واعوده وادربه. اما الاولاد هتتربى ازاي وهتتعلم ازاي؟ تكتسبوا مهارات منين؟ ما كناش احنا اللي بنديهم المهارات. بالظبط زي الام اللي بتخاف بنتها تدخل المطبخ تعمل اي اكل وتحاول انها ما تخليهاش تتحرك، يا اما بقى خايفه تبوظ الاكل، يا اما خايفه على بنتها انها تتعب، فبالتالي تروح بيت جوزها تعرفش اي حاجه. طب ما كان الاول موجود معانا الاوبشن ان انت تعرفيها وتعلميها. دي كلها عمليه تربويه تعليميه، احنا بنربي وبنعلم وبنكبر وكل الحاجات دي، بس بنربي. دي شامله حاجات كتير، ان احنا نعرفهم مهارات الحياه، ومنها بنديهم ثقه بنفسهم، يقدروا يتعاملوا مع الاخرين، ما يتكسفوش لو اخفقوا في اي لحظه بره البيت، في النادي، في الدرس، في وسط الجيران، في وسط اي حد. يكون عندهم روح التجربه والمغامره. طب لو كان الطفل هو نفسه اللي مش عايز يشارك ومش عايز يبذل مجهود ومش عايز يعمل اي حاجه او كسلان وخمان، هنا نبدا نشوف السبب. انت كسلان؟ هل تعبان؟ هل مريض؟ هل بنيانه الجسدي ضعيف؟ هل فعلا مش عارف يعمل الحاجه دي؟ كل الحالات هنحاول نعوده ونعلمه ونحفزه ونشجعه ونكافئه ونثني عليه، سواء بيننا وبين بعض او بيننا وبين الناس. نفتخر بالحاجة اللي يعملها، نديله حاجات بسيطة وسهلة يحاول يعملها، عشان لما يحس بالنجاح نسقف له ونقول له ده انت شاطر، ده انت جميل، الله شفت انت بتعرف تعمل الحاجة ازاي. وافتكروا دايما ان اللي بنعلمه لأولادنا بالحب لو ما علمناهوش وهو صغير، الدنيا هتعلمه لما يكبر بالأسوأ. ما تنسوش ان احنا هدفنا ان احنا نربيهم صح.